90% من الناس بيحاولوا يربحوا من الانترنت وبالأخير بيفشلوا، واللي بيفضلوا مكملين هم شوية قليلين جدا، بس هم اللي بيكسبوا بالآخر. طيب ليه؟ هل الانترنت نصاب ولا الطرق دي كلها أوهام، ولا في حاجة احنا مش واخدين بالنا منها؟ بالفيديو ده هقولك على الأسباب الحقيقية وراء الفشل ده، وازاي انت شخصيا تقدر تبعد عن الفشل ده والحاجات دي كلها، وازاي تبدأ بداية شخصية وحلوة جدا وتبدأ بداية مختلفة تماما. في عندنا عدة أسباب، والسبب الأول إنه الناس بتفهم الموضوع غلط أصلا. يعني إيه؟ يعني واحد داخل متخيل هيشتغل ساعة في اليوم وهيكسب آلاف الدولارات، واحد تاني بيقولك أنا هشتري كورس ب10 دولار وهخليه مليونير بشهر. لا يا صاحبي، الموضوع محتاج مجهود ووقت وصبر وتجربة وكل حاجة. الإنترنت مش مكنة فلوس، هو أداة زي السكينة، ممكن تستخدمها تطبخ بيها وممكن تجرح نفسك بيها. السبب التاني إنه الناس بتبدأ في كل حاجة وما يعرفوش يكملوا في أي حاجة. في ناس بتبدأ قناة يوتيوب وبعد أسبوع تزهق وتروح على تيك توك، وبعدها يجيب الفريلانسنج وبعدين يقرأ عن ألفات ماركت ويخش يجرب الدروب شوبينج، وفي الآخر ولا طريقة كملت معاه ولا دخل جنيه. المشكلة هنا إنك مش بتدي لأي فرصة مجالها، فعايزك تركز على حاجة واحدة بس، اتعلمها كويس واشتغلها بضمير. يعني كل شخص بينا بيبدأ من تجربة. بسمع عن اليوتيوب انه في ليه شروطه على السريع احققها، بقوم افتح قناة يوتيوب مفيش مشاهدات، اول ما فتحناها نزلت فيديو ما جابليش مشاهدات. الله، انا زهقت من اليوتيوب ده، اليوتيوب بيجيبش مشاهدات وعايز الناس اللي يخصوه. اروح اسمع فيديو تاني يقول لي الفريلانسنج بيجيب مشاهدات، اقوم جاي داخل على الفريلانسنج. الفريلانسنج بنزل فيه عروض وبنزل فيه حاجات محدش راضي يجيلي، اقوم جاي داخل على حاجة تانية، تيك توك، فيسبوك، كل حاجة، والمشكلة انه مفيش حاجة بتنجح معايا. طب ايه السبب؟ السبب انك انت ما بتديهاش مجالها انها تدخل كده وتاخد مقعدها ومركزها بالموضوع اللي هي داخلاه. فانت عايز كل حاجة من يوم وليلة. اصحى الصبح لازم الاقي الفيديو ده ضرب عندي ب1 2 مليون، تاني يوم اصحى الصبح الاقي اجالي 4 5 عملاء وبيستنوني، مش انا اللي استناهم. اليوم التالت زي كده. لا، احنا كده مش هننفع خالص. احنا اللي احنا عايزينه نبدأ على حاجة ونستمر عليها ويبقى عندنا الصبر، وفي نفس الوقت نديها مجالها، نديها مساحتها انها تدخل وتتمعمع بالحاجة ديت علشان تقدر تدينا الحاجة اللي احنا عايزينها. مش كل حاجة كن فيكون علشان الحاجة تنفع معانا وبإذن الله هيجيلك العملاء. السبب الثالث انك بتستعجل في النتيجة. اكتر جملة بتسمعها: انا بقالي اسبوعين بنزل فيديوهات ولسه مش بكسب حاجة. طيب وايه يعني؟ هو انت فاتح كشك سندوتشات ولا مشروع في الدنيا بتاخد وقت علشان يكبر؟ والانترنت مش استثناء، الفرق الوحيد انه بيكبر اسرع، بس محتاج وقت حقيقي ومش بالساعة. الساعة سيبك منها، انسى الساعة. الساعة اللي كل ما تعدي ساعة من وقتك تقول دي ساعة من وقتي طارت، ودي ساعتين ودي. انسى الساعة خالص، عايزك تنسى الساعة. اشتغل بالسنين، بالأشهر، بالأيام، انسى الساعة. لأن المشروع البيزنس اللي هتفتحه مبني على السنين والأشهر والأيام. أما كشك السندوتشات مبني على الساعة. الساعة هيجلب كذا، حتى لما تشغل حد عندك يقولك أنا هشتغل معاك بالساعة. ففي فرق بين ده وفرق بين ده. العملاء في السندوتشات بيجولك على السريع، انت بتكون قاعد كده فجأة بتلاقي العميل بيخبط عليك عايز سندوتش مش عارف ايه. اما الانترنت انت اللي لازم تروح له، انت اللي لازم توصل له، مش هو اللي هيجيلك. ولا قدر الله، يعني احنا بنقول مثلا لو هو اللي يجالك، هو مفيش اي حاجة على الانترنت وهما اللي بيجولك. لازم انت اللي تسعى علشان هما يجولك، بس انت اللي لازم تسعى الاول عشان تجيبهم بس. والسبب الرابع هو المشكلة انك بتسمع كل الناس وتسيب دماغك. يعني على سبيل المثال، واحد بيقولك اليوتيوب مات، التاني بيقولك خش التيك توك، التالت بيقولك خليك في لبات، وفي الاخر دماغك بيظبط ومش عارف تبدأ منين اصلا. بتاخد رأي الناس مفيش مشكلة، بس القرار لازم يطلع من دماغك انت، من نفسك انت. واسأل نفسك ايه الحاجة اللي تناسبني، ايه ممكن استمر بيه.
مش مهم الطريقة، المهم الالتزام بيه بس. انت عايز تختار حاجة، انا معاك وموافق رأيك، بس تختارها بناء على انك تستمر عليها، دايما تشتغل عليها وتطور منها، مش تشتغل عليها يوم يومين وتسيبها. دي حاجة هترجع لك انت بالاول وبالاخر. وانا المطلوب مني اني ادعمك بتطوير ذاتك وكل حاجة وطرق علشان تقدر تجيب منها. بس انا بقول لك ايه السبب انه الناس بتفشل دايما في الربح من الانترنت؟ ده سؤال الواتساب عندي كله محادثات عن كده. جالي اكتر من 100 شخص، ازاي انا بفشل في الربح من الانترنت؟ هو انا ليه بفشل بالربح من الانترنت؟ ومحسسني انه انا اللي ماسك تليفونه وعمال اتصفح له وارد على اسئلة الناس وادور على طرق للربح من الانترنت. كل شوية الواتس برن، مين انا ليه بفشل في الربح من الانترنت؟ يا ابني وانا ايه اللي عرفني؟ اديني عملت لك فيديو انت ليه بتفشل من الربح من الانترنت. والاسباب اللي انا قلتها لك فشلك بيتبني عليها، مش نجاحك، لا فشلك بيتبني عليها. فانت لازم تطور منها، تطور منها بالطرق برضو اللي احنا قلناها لك. فانت لازم تطور من نفسك، تطور ذاتك، تستمر على الحاجة اللي تختارها. ابوس ايدك تستمر على الحاجة اللي تختارها علشان تقدر تنجح معاك. فيعني انت لو اخترت حاجة وما استمرتش عليها وقلت ده ما جابتش مشاهدات، ده ما جابتش حاجات، كده انت مش نافع. ومجال الربح من الانترنت سيبه لحد تاني مش ليك. اما تختار حاجة وتكمل عليها وتتبع النصايح اللي قلناها وتبعد عن نصايح الفشل وارتكاب الفشل بنفسك، ابعد عنها وانت كده هتنجح بكل حاجة. الربح من الانترنت مش مستحيل، بس لازم تكون مستعد انك تمشي الطريق صح. لو دخلت بعقلية الربح السريع هتهرب اسرع من ما دخلت، بس لو دخلت علشان تتعلم وتطور ذاتك وتشتغل وكل حاجة، صدقني هتوصل. وانت بتشوف الفيديو ده اعتبره علامة انك تاخد اول خطوة جديدة. بس المرة دي خليك مختلف عن 90%. ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك، ولو حسيت انه الكلام ده مهم، لو حاب تعرفه وتكمل عنه الكتير ابعت لي. وشوف الفيديوهات الجاية علشان اقولك ازاي تبدأ من الصفر وتحقق اول دولار ليك. وما تنساش انه احنا قناة رمز الفكرة بتجمع بين الابداع وتطوير الذات والنجاحات المالية. يعني احنا بنشمل كل حاجة، فمش لازم نعرف عن نفسنا. احنا ناس معروفين، احنا ناس جدعان. احنا قناة رمز الفكرة ومنصة رمز الفكرة في نفس الوقت. احنا اكيد ناس معروفين. اشتركوا في القناة. قوموا دلوقتي انشئوا قنوات يوتيوب، قوموا وبطلوا شغل الكسل اللي فيكوا ده، وقوموا يلا نشوف قنوات يوتيوب. قومي يا عزيزة، قومي يا فوزية، قومي يا قومي.